السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم ضمن تحضيرات رمضان هاد المعسله اقتصاديه بدون قلي، كتجي غير في الفران، كتجي خطيره بحشوه لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتنالي الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه متنساوش دعموني بتعليقكم، لايك للفيديو، بارطاجيو القناه وماكسيموم مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. خليكم معايا للاخير ديال الفيديو غنشوفوا جميع التفاصيل. كيف دائما تعودتوا معايا السهل والبسيط. غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق ابيض نوعيه جيده اللي يكون مغربل من قبل. نستعمل دقيق ابيض خاص بالحلويات. قابسه من الملح. عندي خليط بين نافع وحبه حلاوه وجنجلان اللي كنطحنهم مزيان وكنغربلهم وكنخليهم جانبا. كنبقى نستعمل منهم ملعقه كبيره في المعسلات ديالي، كتعطينا النكهه واللذه زوينه صراحه. احتاجيت 70 غرام ديال الزبده مذابه حتى كتولي نوازيط على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. تستعملوا مارغرين ولا تستعملوا الزبده العاديه، تقدروا كيف تقدروا ديروا حتى الزيت راه هو ممكن. كنلبس هذاك الدقيق ديالي كامل بديك الزبده على هذا الشكل اللي كتشوفوا، يعني كنحاول ندخل الزبده في الدقيق مزيان ونحاول كاع الدقيق ديالي كامل يهز ليا الزبده على هذا الشكل اللي كتشوفوا، يعني بالاطراف ديال الاصابع ديالي. من بعد كناخذ واحد الصفايه وكنغربل هذاك الدقيق ديالي، لانه الزبده دابا مع البرد كتكتل لينا واحد شويه، يعني من الاحسن دوزوها في واحد الغربال ولا واحد الصفايه على هذا الشكل اللي كتشوفوا. من بعد راه ما كيبقاو عندنا لا شوائب لا حتى شي حاجه، وكنتحصلوا على واحد الخليط اللي هو عفوا واحد العجين اللي هو ليس. غادي نحتاج الماء الزهر يكون نوعيه زوينه، نحتاج 2 معالق كبار عامرين مزيان. وغادي ندخل البنات ملعقه كبيره من الخل اللي هي هذه، يعني 2 معالق الماء الزهر وملعقه من الخل. وغادي نضيف كذلك 3 معالق ديال العسل، عسل تحضير منزلي. تقدروا تعوضوها البنات بسكر كلاصي الا بغيتوا، المهم كيبقى لكم الاختيار سواء العسل او لا سكر ناعم، يعني ما ديروش سكر سنيده غير السكر ناعم. من بعد عندي كاس ديال الماء دافئ، غادي نخلط به العجين ديالي على هذا الشكل. تقريبا دخلت نص كاس البنات في هذه الكميه ديال 300 غرام، يعني دخلت نص كاس ديال الماء دافئ. ما غتشوفوا معايا القياس في الكاس، ما عبرت لكم العباره بكاس العنبه باش تعرفوا القياسات. غادي نستمر نضيف بشويه بشويه ديال الماء كذلك كيف قلت لكم دافئ، لانه دابا مع البرد والزبده باش ما يقصحش لينا العجين ونخدموه على خاطرنا من الاحسن يكون الماء دافي. غادي نجمع العجين ديالي، ما كتستغرقش وقت كبير وما كتاخذش منا واحد المجهود، يعني سهله بالزربه كتوجد، يعني ما كتحتاج لا دليك لا شي حاجه. فقط نجمعوها وندخلوا دوك النواشف في السوائل على هذا الشكل اللي كتشوفوا. كنتحصلوا على واحد العجين رطبه متماسكه على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو، يعني القوام ديالها كيكون متوسط. دخلت فيها نص كاس ديال الماء يعني فقط. غادي نديرها البنات في واحد البلاستيكه وغنخليها جانبا لمده ديال ربع ساعه بما وجدت الحشوه وبما ارتاحت ليا واحد شويه. هنا عندي 300 غرام ديال التمر معجون، نستعمل الجاهز، تقدروا تخدموا باي تمر عندكم. ضفت عليه كذلك 3 معالق ديال الجنجلان نوعيه جيده بلدي البنات ومحمر، يعني 3 معالق كنقيوهم مزيان نحمروهم وكنضيفوهم لهاد الكميه. وضفت كذلك واحد الملعقه صغيره على هاد 300 غرام ديال التمر، ضفت عليها ملعقه صغيره من الزبده، تكون زبده نوعيه جيده، زبده سبيسيال. ما تخدموش بزبده العلب ولا الزبده ديال المارغرين، من الاحسن خدموا بالزبده ديال العبار، يعني زبده سبيسيال. الا ما متوفرش عندكم استغناو عليها. هذا هو المرشم اللي غادي نخدم به. شكلت العجين ديالي 15 غرام 16 غرام في كل كره، يعني ما كنفوتوش هذا القياس. وبالنسبه للحشو شكلت 10 غرام في كل كره، كيجي القياس ديالو متوازن، يعني كيجي هو هذاك. ممكن نحاول نورق شويه العجين وكنلبس عليها هذيك الكره ديال التمر على هذا الشكل. قلت نشارك معكم من الحشوه ديال التمر حتى هي كتجي زوينه وكتجي مطلوبه في رمضان، يعني كلشي كيبغيها. من بعد ما غادي نكور العجين ديالي كامل على هذا الشكل اللي كتشوفوا، يعني طريقه سهله بسيطه. نحاولوا ما نورقوش العجين بزاف، يعني فقط واحد شويه. من بعد نجمعوا هذوك الجوانب مع بعضياتهم ونعاودوا نكوروها باش ما يبقاوش عندنا الفراغات بين الحبات على هذا الشكل اللي كتشوفوا. من بعد كنستعن بالدقيق البنات ضروري. خديت المرشم ديالي هذا ديال النحاس، كنخدم به انا الحلويات ديال اللوز. المهم كنستعن بالدقيق ضروري، ما تخافوش من هذاك الدقيق، غير كتنفضوه كيمشي كامل ما كيبقاش نهائيا، يعني ضروري نخدموا به هنا في الطبيع ديال الحلوى. يعني
ما تقدروش تخدموا لانه غتلصق ليكم، ما غتجيو تحيدو غيديفورما لكم الشكل ديالها. المهم كنستعين بواحد السكين حتى هي باش كنهز الحبه ديالي من البلون طرافاي. المهم ندير لها غير الراس ديالها في الدقيق، من بعد كنحطها فوق البلون طرافاي وكنطبع بها على هذا الشكل. انا هنا وريتكم انكم كتلقاو واحد الصعوبه بانكم تخدموا بلا دقيق، ضروري من الدقيق. انا وريتكم كيفاش كتصعب باش تخرجوها، ومع ذلك كيديفورما لها الشكل ديالها، يعني كتضطروا تعاودوا تطبعوها. المهم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. هذه هي الكميه اللي خدمت معاكم. هذا هو الشكل، كيجي واحد شويه ديك الحشوه ديال التمر باينه، ما كتجيش باينه بزاف، غير واحد شويه. خدمت هذه الكميه كامله. كنخليوها البنات واحد ساعه ونص حتى لساعتين 3 سوايع، وماكسيموم كاع الوقت اللي عندكم خليوها على برا. غطيوها بواحد السريبيته وخليوها تنشف المده الكافيه. من بعد كندخلها الفران عافيه مهيله من الاسفل. من بعد ما كيبدا يطلع معها التحمر من الجوانب كنهبطها عافيه كذلك مهيله من الوجه ديالها. كنخرجها وهي مازال سخونه البنات. كنوضعها في واحد العسل اللي كندفيه، وكنوضع فيه هاد الحلوه ديالي على هاد الشكل. كيف كتشوفوا كتجي طيبه واخده واحد اللوين ذهبي. والعسل الا كان عسل ناجي عندكم البنات كذلك غتاخذ منه داك اللوين. انا خليتها باتت ليله كامله، يعني صيبتها في الصباح وفي العشيه طيبتها في الفران وخليتها تبات ليله كامله حتى الغد في الصباح، عاد حيدتها من العسل. المهم على هذا الشكل زينتها غير بعقيق في الذهبي ودرتها في الكويغطات على هذا الشكل اللي كتشوفوا. كتجي رائعه، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. حشوه اقتصاديه والحلوى كذلك اقتصاديه، كتعطينا كميه كبيره. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش دعموني بتعليقكم، لايك للفيديو، بارطاجيو القناه وماكسيموم مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما لقانا في فيديو جديد ان شاء الله.